الأمني. واليوم نحن نعيش نتاج هذا النظام الذي كان يتبع نظام المركزية الشديدة، وعانى منها الشعب السوري يعني أكثر من 5 أو 6 عقود على مدار السنوات السابقة. واليوم كلنا نعلم سوريا تمر بمرحلة جديدة خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد. أكثر يعني من 8 أشهر اليوم تمر سوريا بدون نظام بشار الأسد، واليوم الشعب السوري كله على أمل أن يرسم ملامح سوريا المستقبل. طبعا للأسف المركزية الشديدة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة يعني قدم فيها الشعب السوري يعني الغالي والنفيس. اليوم الشعب السوري أكثر من 80% من سوريا مدمرة بالكامل. آلاف السوريون حتى الآن لا يعرف مصيرهم سواء بالمعتقلات السورية أو سواء بأثر القصف والقتل والأحداث أو الأزمة التي حدثت. اللامركزية نحن نرى طبعا في مجلس سوريا الديمقراطية أن اللامركزية هي الضمان الوحيد لحل الأزمة السورية، طبعا حل مستدام. اليوم الحكومة الانتقالية التي استلمت خلينا نقول الحكومة بعد سقوط نظام بشار الأسد حقيقة اتبعت العديد من الخطوات، من مؤتمر الحوار الوطني للإعلان الدستوري لتشكيل الحكومة وأيضا انتخابات مجلس الشعب. حقيقة هذه الخطوات التاريخية لم يتم يعني أخذ رأي السوريين فيها، ولم يتم أيضا دور المكونات أو دور المرأة كان ضعيف فيها جدا. الخطوات التي يجب أن تتخذ اليوم في سوريا يجب أن تكون بالإجماع. اليوم آلاف السوريون وبكل مكوناتهم عانوا، يعني لا أقول فقط مكون واحد، صحيح هناك مكونات ظلمت أكثر خاصة في عهد نظام بشار الأسد، خاصة المكون الكردي حتى كان محروم من الجنسية من الهوية السورية، حتى محروم من التكلم بلغته الأم. لكن اليوم يجب علينا كسوريين بالدرجة الأولى أن ننسى الماضي ونفكر يعني رسم ملامح سوريا المستقبل. وسوريا حقيقة اليوم بالدرجة الأولى الحكومة المؤقتة أو الحكومة الانتقالية يجب أن تعيد الثقة بين الشعب السوري وبين الحكومة. اليوم لا يوجد ثقة بين الحكومة والشعب السوري. اليوم السوريين بعيدين عن مراكز صنع القرار. اليوم السوريين ليس لديهم صوت سياسي. حتى الآن قانون الأحزاب لم يصدر، حتى الآن القوى السياسية الديمقراطية الموجودة على الأراضي السورية لا تستطيع أن تعمل بكل حرية بسبب عدم وجود قانون الأحزاب. يعني المرأة السورية همشت بشكل كبير، يعني للأسف انتخابات مجلس الشعب والتي كان للمرأة فقط تمثيل 4%، المرأة يعني للأسف تمثيل فجور لا يعبر عن تطلعات المرأة السورية التي ناضلت، التي كانت في الطليعة في المظاهرات السورية وطالبت بسقوط النظام السوري. والمرأة عانت في المعتقلات السورية، ويجب أن يكون لها دور أساسي في رسم ملامح سوريا المستقبل، لا أن يرسم أو أن يكتب دستور شكلي فقط ببند واحد وهي لا تكون يعني لديها أي دور فيه. حقيقة نحن نرى اللامركزية هي الخيار الأصح، هي التي تبدأ من يعني الأسفل إلى الأعلى، هي التي تعطي الصلاحيات للشعب للإدارات المحلية ومن ثم للقمة يعني السلطة الأعلى. ونحن نرى أنها يعني تعطي اللامركزية الحقيقية في سواء الحقيقية السياسية الاقتصادية الإدارية من كافة النواحي. لذلك نرى اللامركزية هي الخيار الأصح. الحوار بين السوريين هو الخيار الأصح، ولكن قبل يعني تعديل دستور سوريا
قبل البدء بأي خطوات يجب أن نعمل على مؤتمر وطني سوري جامع يعبر عن تطلعات جميع السوريين بكافة مكوناتهم سواء الكردية، العربي، السورياني، الآشوري، الدرزي والعلوي. يجب أن يكون لهم صوت واحد في رسم ملامح سوريا المستقبل. حقيقة السوريين عانوا وكافحوا، لكن نرى للأسف حتى الآن الحكومة ما زالت لون واحد شكل واحد، لم تتغير عن الحكومة السابقة. لذلك نحن أيضا نقول أن اتفاقية 10 آذار هي ليس فقط خلاص مناطق شمال وشرق سوريا، بل خلاص السوريين، ويجب تطبيقها بأسرع وقت. ويجب أن يكون للمرأة السورية دور قوي، يجب أن يكون للمكونات دور قوي، ويجب أن تقوم الحكومة الانتقالية بدورها ومهام التي تقع على عاتقها اتجاه السوريين. سماع الصوت السوري أهم من كل شيء. حقيقة اليوم السوريين يعانوا من أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، حتى الآن حالات القتل والاختطاف لم تتوقف في الداخل السوري، وعليه يجب أن نقوم كلنا كسوريين بالتكاتف بعقد مؤتمر وطني جامع يعبر عن تطلعاتنا برسم ملامح سوريا المستقبل التي حقيقة عانينا وناضلنا وكافحنا لسنوات طويلة، وبالأخير أكيد الهوية الوطنية السورية هي التي